كنت باتكلم مع مريض ألماني النهارده وسألني أنت منين؟ قُلت له من مصر، راح قايل لي بمنتهى الثقة كده مصر بلد عربي وأنتم بتتكلموا عربي. أنا وقفت كده وفكرت لوهلة كده قُلت له: "لأ استنى معلش، أنت فاكر مصر إيه بالضبط؟ مصر مش مجرد بلد عربي وبس وخلاص، مصر حضارة قبل أي حد في الدنيا، مصر أصل التاريخ، مصر اللي العالم كله لحد النهارده لسه مبهور بيها وبحضارتها، إحنا مصريين قبل ما نكون أي حاجة تانية، إحنا كان عندنا لغتنا الخاصة بينا، اللغة المصرية القديمة اللي اتطورت وبقت قبطية ولسه جوّه كلامنا اليومي لحد الآن كلمات منها عايشة لحد دلوقتي. اللغة العربية اتعلمناها وبقت لغتنا اللي بنتكلم بيها دلوقتي، بس الأصل، الهوية، الدم اللي ماشي في عروقنا كله، ده كله مصري. وعشان كده أنا طلعت وحبيت أعمل الفيديو ده. يا كل المصريين اللي عايشين في كل مكان في العالم برّه مصر، اوعوا تنسوا إنكم مصريين الأول قبل ما نكون عرب، اوعى حد يقنعكم إننا مجرد عرب، إحنا لينا أصل، لينا تاريخ، لينا حضارة، ما حدش في العالم كله يقدر يمحيها. خلّيكم فخورين بمصرياتكم، أنا مصري والمصري ده أصل الحضارة، مصر موجودة من 7000 سنة، قبل أوروبا ما تبقى أوروبا، قبل أي إمبراطورية ما تقوم وتُقع، كانت مصر منوّرة الدنيا كلّها بالعلم والثقافة والحضارة بتاعة مصر، الحضارة المصرية حضارة عظيمة، فعشان كده يا كل المصريين اللي عايشين في أوروبا، في العالم كلّه، في ألمانيا، في أي حتة في العالم، ارفع راسك وافتخر واوعى تنسى مين أنت، أنا مصري والمصري ده مش مجرد جنسية، ده تاريخ، ده أصل، ده حضارة، اعتزّوا بمصريتكم وعرّفوا الناس الحقيقة إحنا مصريين.